السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل كيكة السويس رول او الكيكة الملفوفة. مقاديرها هواي سهلة وبسيطة. شنو احتاج كوب من السكر المطحون، احتاج كوب من الطحين، عندي هنا 4 بيضات عازلة الصفار عن البياض، احتاج مثل ما تشوفون ملعقة صغيرة من الخل، احتاج ملعقة صغيرة من الفانيليا، واحتاج ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، واحتاج هنا تقريبا 4 إلى 5 ملاعق من المي الدافي. اول شيء اللي راح ابدي بيه راح اخلط البياض الوحدة، يعني مو ويا الصفار. هسه راح ابدي اول شيء بالبياض. مثل ما قلت لكم اول شيء اللي راح اخلطه البياض، راح اضيف له شوي من الفانيليا، نص للبياض ونص للصفار. بسم الله، وراح ابدي اخلط. هسه خواتي شوفون بعد ما خلطت البياض صار البياض جمد عندي بهالشكل هذا. هسه راح اغسل هذا منه وارجع اخلط باقي المكونات، بس هسه البياض راح اخليه على صفحة ما احتاجه. هسه ارجع اضيف صفار البيض، واضيف وياه الفانيليا النص الثاني اللي بقى، اضيف رشات العفو قطرات الخل، واضيف السكر المطحون، واخلط هاي المواد كلها سوا. هسه مثل ما تشوفون اخر شيء ضفت اني المي وهم خلطته سوا. راح اضيف الطحين والبيكنج باودر، كوب من الطحين ومثل ما قلت لكم ملعقه صغيره من البيكنج باودر. بسم الله، اخلطهم اخر شيء هذول سوا. هاي مثل ما تشوفون خواتي، مثل ما تشوفون كل خليط صار عندي جاهز، البياض على صفحه وباقي المكونات اللي خلطتها هاي مثل ما تشوفون. هسه راح ابدي اضيف البياض على هاي المواد واخلطها على كيف. هسه مثل ما تشوفون بهالشكل هذا. بسم الله، واخلط من جوا اللي فوق بهالشكل هذا، على مود المواد كلها تتجانس سوا بهالشكل هذا. ابقى بهالطريقه هاي يم الماي البياض يختلط ويا الصفار والمكونات الموجوده عندي. كيكه هواي سهله مثل ما شفتوا، وموادها هواي بسيطه. شوفوا خواتي اني لحد الان اخلط بيه بهالشكل هذا من فوق اللي جوا، عمود الهواء اللي بداخل الكيكه ما يطلع عندي. هسه تاكدت انه البياض انخلط زين عندي، محضره اني صينيه الفرن. هاي مثل ما تشوفون اضيف الخليط، مثل ما تشوفون بهالشكل صارت الكيكه عندي جهزتها. راح ادخلها للفرن. الفرن اني هسه مشغلته حامي على درجه حراره 170. طول عندكم بالفرن لمده 10 دقائق الى 12 دقيقه، ما تاخذ هواي لان مثل ما شفتوها هي طبقه كلش رقيقه. هسه راح ادخلها وان شاء الله من اخلصها اشوفها لكم. مثل ما تشوفون اول ما طلعتها من الفرن وهي حاره راح اشيلها من الصينيه، راح اقلبها على ورقة ثانية
مثل ما تشوفون اخذت من عندي بالفرن 10 دقائق، فكل واحد حسب فرنه، هي 10 دقائق 12 دقيقة مو اكثر. هسه هاي مثل ما تشوفون من بعد ما قلبتها وهي حارة راح الفها. تبرد عندي زين وارجع لها. من بعد ما بردت عندي الكيكة كل زين خواتي، التزيين الكيكة يرجع لكم. هاي مثل ما شفتوا هاي الكيكة حضرتها ومقاديرها سهلة وبسيطة. التزيين ممكن تزينوها بمربى، ممكن تزينوها مربى مشمش او فراولة او كريمة اللي متوفر عندكم بالبيت. اني شنو سويت هنا؟ خلطت كريم شانتيه طعم الشوكولاتة، احتاج جوز الهند. هسه راح ابدي ازين. بسم الله. من بعد ما ضفت الحشوة ارجع الفها. اللف مالتها راح يكون عندكم سهل. ليش؟ لان اول ما طلعناها من الفرن شفتوا لفيتها وخليتها تبرد زين، فهسه اللف مالتها راح يكون عندي كل سهل. هاي مثل ما شفتوا اللف مالتها اخواتي، راح ازينها بهالشكل هذا. بنفس على نفس الورقة اني خالتها. راح ابدي اضيف جوز الهند او مكسرات عندكم اللي متوفر. راح اكمل بنفس هاي الطريقة واشوفها لكم بالشكل النهائي. خواتي هاي مثل ما تشوفون بهالشكل صارت عندي الكيكة السويس رول جاهزة. هذا شكلها النهائي. زينتها تزيين بسيط مثل ما قلت لكم خواتي، متوفر عندكم بالبيت تقدرون تزينون بيه هاي الكيكة. اتمنى هاي الكيكة لليوم او هاي الوصفة لليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربونها وتاكلونها بألف عافية.